ما حركته فيه الأنام الله ما الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل الله التي هي أحسن الشمائل صلى الله عليه لا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذه من أخبار وآثار يتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماع والأبصار صلى الله عليه وعلى آله. قد بلغنا في الأحاديث المشهورة الله أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. نور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما الله صلى الله عليه وآله. عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وسلم. حدثت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه. ما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام. أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة صلى الله عليه. فلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه. حملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلنا صلى الله عليه. مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيها آثار مجده الصنيع. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم يا رحيم. الله